السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هشرح لكم خدعة سميتها ضد الكل، لان انت ببساطة بتخلي الشخص يختار كارت، وبعد ما بتعمل كده وبتديله الكروت، الكارت الوحيد اللي بيتقلب العكس بيبقى ضد الكل، بيكون هو الكارت المختار. خدعة قوية جدا، انا بحبها جدا جدا جدا. تعالوا نشوف الخدعة ونشوف الشرح. قبل ما نشوف بقى الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد انزله. وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، هسيب لك اللينكات كلها تحت في الديسكربشن، وبالاخص انستجرام تعمل لي فولو هناك علشان خاطر انا هناك باخد راي المتابعين في حاجات كتير جدا، وبسمح للناس انها تسالني وبجاوب عليهم في الستوريز. ولو انت حابب تشتري خدعه مدفوعه هسيب لك برضو لينك الستور بتاعي تحت في الديسكربشن لو عايز تشتري اي خدعه مدفوعه من الخدع بتاعتي. بس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نشوف الشرح. ان شاء الله النهارده اوريكم خدعه قويه جدا هتعجبكم قوي، انا متاكد، مختلفه وسهله قوي وتاثيرها قوي جدا جدا. تعالى نبدا علشان ما اطولش عليكم. اول حاجه يا سيدي هتحتاج كوتشينه، هتفنطها. طبعا هيبقى قدامك الشخص، لو عايز يفنط هو كمان هو حر براحته عادي. تطلب منه يقول ستوب في اي مكان، ولنفترض قال ستوب هنا مثلا، قول له احفظ الكارت كويس بالعلامه. اهم حاجه بالعلامه علشان ما ينساهوش، لان كل كارت احنا عارفين بيبقى فيه منه 4 علامات، او كل رقم او فاليو، رقم او صوره بيبقى فيه منها ايه 4 علامات. طيب دلوقتي فنط بعد ما هو اختار الكارت بتاعه بالشكل ده اهو، ونقسم كده مثلا مره، ممكن مرة كمان عادي، مفيش أي مشاكل. خلاص لحد هنا لسه مفيش، يعني احنا ما عملناش حاجة، لسه الماجيك لسه ما حصلش. ايه بقى اللي المفروض يحصل؟ هعمل كده واقلب. ايه اللي حصل؟ هنلاقي في حاجة غريبة حصلت. في كارت واحد بس هو اللي مقلوب العكس دونا عن باقي الكروت كلها. الكارت كان ايه؟ 8 كلوبس. يلا نشوف الشرح. الخدعة دي انت مش محتاج فيها غير حاجتين، كوتشينة وترابيزة. هشرح لك على طول سرها، وبعد كده نبدأ ندخل على الهاندلنج بتاع الكوتشينة او بتاع الحركة يعني. طيب اول حاجة انت بتتحكم في الكارت بعد ما الشخص بيفنط عادي، مش فارقة. واختار اي كارت، ونفترض مثلا الكارت ده اللي هو 2 هاردز. كل اللي انا بعمله ان انا بتحكم في الاتنين اخليها اخر كارت. هشرح لك طبعا بالظبط ايه اللي بيحصل بعد ما اخليها اخر كارت. كاني هعمل ريفل شافل تاني، برفع ايدي كلها، بس وانا برفع هنا في 2 تحت صح، باجي بالابهام اللي في ايدي الشمال بزق الكارت ده شويه لجوه، فبيبقى طبعا هو كده هنا. انت اللي هنا شايفه ايه؟ ان 2 باكس هنا صح، بس بص العكس. بص في كارت في النص، تمام كده هو في النص. بعد كده بسيب الابهام فالكارت بيقع عليا، بيبقى بالشكل ده. وباجي تاني بالابهام اللي في ايدي اليمين برفع الكارت من تحت لفوق كده. فلما برفعه من تحت لفوق بيبقى ده شكله. خلاص بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بلم الكروت، اقفلهم كويس، ادي كات او ممكن ادي 2 كاتس عادي مش فارقه. هعمل كده، هو سبحان الله كان اخر كارت في الحاله دي. نقلب اهو، هعمل كده، هقلب على الكروت هلاقي ايه؟ في كارت واحد اتقلب. من زاويه تانية عشان تبقى فاهم اهو، ده كارت الشخص. برفل بنزل طبعا كارت الشخص الاول، بكمل وانا بضم الكروت برفع واسيب بس اخر كارت. هاجي بالابهام هرفعه كده، شكرا خلصت. ممكن اقفل وادي كات، خلصت. كمان مرة اهو، بقسم انزل وانا برفع الكروت، بسيب اخر كارت بس اهو، ارفعه بالابهام كده بس. هدخل الكروت وادي كات. نركز بقى في الهاندلنج. الهاندلنج هيبقى عبارة عن ان انا بخلي الشخص يختار كارت واتحكم فيه اخر كارت. انت لو بتعرف تعمل كذا طريقة، او بتتحكم في الكارت بكذا باي طريقة معينة تقدر تخليه اخر كارت، اعمل الطريقة اللي تريحك. انا بحب استخدم ده عشان سريعة، وانا اصلا كنت مألفها واكتشفت طبعا انها اتعملت زمان قوي، يعني اللي هي الحركة دي ستوب، احفظ الكارت. اول ما بنزل ايدي، بص بقى ركز، مجرد ما انا ما بنزل ايدي باجي بال3 صوابع دول بسحب الكارت ناحيتي كده. اللي ناس كتير بتواجهه وبتحسه صعب، بتقول لي ايه يا جادو انا بحس ان ايدي هنا متنشنه. انا مش عايزك تنشن ايدك، انت مش محتاج تمسك قوي على الكروت، فاهم يعني؟ انت الجزء ده كده ما تنشفش ايدك، ممكن اصلا الكروت تقع منك، فليه؟ فاهم؟ انت عادي خالص، 1 2 3 4 4 صوابع، ايدك مغطيه على الكوتشينه اهو بالشكل ده. هترجع، وانت بترجع
هنا هتحط دول تحت الكارت اللي انا سحبته ناحيه اليمين، فاهم الفكره؟ فاهو قول ستوب، احفظ الكارت كويس، اهم حاجه ما تنساهوش اهو، احفظ الكارت كويس بالعلامه، اهم حاجه ما تنساهوش. بص انا عملت ايه وانا بتكلم، وديت الكارت هناك يمين صح، فبعد كده هرجع دول، باين ان الكارت بتاعي في النص بس هو اكشلي تحت على اليمين. خلاص بسكوير كده الكارت بقى اخر كارت بكل سهوله. هعمل ريفل، كاني هعمل ريفل شافل، بنزل طبعا كارت الشخص الاول اهو، وبكمل عادي خالص، ومن ناحيتي برفع كده. بص رفعته كله وسبت اخر كارت. تمام، لو تعرف تعملها يعني ترفع كل الكروت ما عدا اخر كارت، تبقى اسهل واسرع زي ما انت شايف كده. وتيجي بالابهام ترفع الكارت زي ما قلنا لفوق كده، بس طبعا علشان دي هتبقى حيطه سد فهو الكارت هيطلع عليه، فاهم الفكره؟ يعني الكارت نايم، مجرد ما تدوس بالابهام الكارت هيطلع عليه لفوق. تمام اهو كده ضن. اوعى بقى وانت بتسكوير يحصل فلاش، اوعى فلاش يعني ان الحركه تبان منك يعني من الاخر. خلاص اهو وانت بتسكوير حاول تطلع بالكروت نفسها لفوق عشان خاطر ده ما يبانش، او لو مش حابب ممكن تعمل كده، تمسك كله على بعضه في ايدك اهي الكوتشينه اهي، وتسكوير بايدك. بعد كده كت في كت، انتهت. بس يا سيدي هتقلب تفتح تلاقي في كارت واحد اتقلب. بس اللي انا بحب اعمله ايه هنا بقى، دايما انا اقول لحد هنا لسه الماجيك ما حصلش. انا هنا ببعد الشكوك على الناس ان هي مثلا تكون شكت انها اخدت بالها ان في حاجه حصلت، هي لسه متاهبه او مستعده انها تشوف الماجيك. اقول لهم بصوا بقى انا هعمل ايه، لسه الماجيك ما حصلش، كل اللي انا هعمله هاخد كارت، شايفينه ايه بجد اهو. بصوا ركزوا، هقلبه بس كده سناب، فكده ايه اللي حصل هنا؟ الماجيك حصل كده. انت بعدت تفكير الناس عن ان في حاجه حصلت قبل السيناريو ده، كده انت خليت الهيت كله على الكلام بتاعك، على كلماتك وعلى اللي حصل. فالناس هتبدا تقول ده الماجيك فعلا حصل لما هو عمل بايده كده قلب ورجع الكروت طك. هتمسك الكوتشينه هتفرد، هتلاقي فيه كارت واحد مقلوب العكس دونا عن كل الكروت. بس كده خدعه قويه جدا وسهله قوي، اتدرب عليها دايما قبل اي خدعه، اتدرب عليها كويس وابقى محضر البرزنتيشن او السيناريو اللي انت هتقوله، علشان ده بيمثل عامل كبير جدا جدا في الخدعه بتاعتك. دي كانت خدعه سحريه بدون اثار جانبيه. لو استفدت اعمل لايك واكتب لي كومنت ايه رايك، واكتب لي برضو اقتراحات للفيديوهات الجايه عايز نتكلم عن ايه. شكرا ليكم واشوفكم فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.